قلت نعم شمرنا. يقول يوم جيت لفيت على المحطة بعبي، يقول والله في سيارة ددسن واقفة على يسار الخط وعندها حرمة جالسة وعندها وليدين اثنين. يقول انا عبي، يقول يجي عند المحطة يقول مرك الرجال يراعي لي الرجال، يقول ترى هو راح ددسن. قال يا ولد انت شمري، يقول ايش بغيت؟ قال لا اسعك انت شمري ولا لا؟ قلت نعم شمرنا. قال والله انا جاي من حصاتك حطا وبزور ولدي مسجون يطعمار بطريف، انا وامه وعيالي الاثنين هذولا، ويوم لفينا خربت السياره يقول لي راعي الورشه هذه يقول مخبطه ولا والله معي ريال واحد. قلت رحي مره على المحطه راعي الورشه وانا بجيك الحين. يقول عبيت بنزين، يقول الف وانا اجي عند راعي الورشه، ها يا ايش بالسياره هذه؟ قال السياره هذه ددس مخبطه. يقول والحل وشو؟ قال الحل عندي السياره هذه سياره جديده ماكينتها جديده بس مدعومه، نشيلها من هذه ونحطها في هذه. وكم قيمتها؟ قال قيمتها 3500. يقول انا ادس مخباي، يقول انا اطلع 10,000. يقول هذول يا عمار خذهن ال10 هذولي صلح سيارتك والباقي خرجيت لك. قال طيب بقي موضوع واحد. قلت وشو؟ قال بعرفك. يقول مو لزوم تعرفني. قال والله الا اعرفك وتكتب لي اسمك. يقول بغى يتخلص منه. يقول رجال مسكني. يقول انا اعطيه اسمي والتحويل في البنك. الحين ايامها ما في تحويل بالبنك. وصلت انا يطلع من رحلتي. يقول هذاك علمني فيه. يقول يوم اخذت حوالي 6 شهور. يقول مريت بالحفر. يقول ما حقين البنك. قال يا ولد جالك تحويل انك حصاتك حطا 10,000 ريال. يقول قالت علي الدنيا هاللون واكتربت علي بوجهي. يقول عقب سنين يقول يجي عند ربعي بهذا يقول ويتوسطوا لي يقول ورجعوني برتبتي ويحطوني مدرب بديراب. يقول ما فيه 2 رجالين شباب ما هم كبار. يقول بس يرعوا لي. يقول مرتين. يقول تضايقت منها. يقول يوم انت المحاضره يقول انا صوتها. قلت ليش انتم ترعوا لي؟ سينا ما ترعوا لي. قالوا لا يا مدرب حنا انا واخوي هذا اخوي هذا انت غلط عليك. انا اقول هذا الرجال انا شايفه بالشمال بمحافظه ربحه عيال القحطان اتريهم عيال القحطان. يقول شلون؟ يقولوا يسولفون عيال قصه. يقول ما نفس قصتي. لا وين ابوكم؟ قالوا ابونا بحصات قحطان هناك. يقول سلموا لي عليه. راح يطلع عمر. يقول جاء العطله الجايه يقول مرهم جايين. قال ابوي يغريك السلام ويقول اذا لو حاجه من حوائج الدنيا ترى ما الناس جمالته. يقول قلت بالله سلموا لي عليه وبي يزوجني ابي يدور لي مره. راحوا من عندي يوم جاء الجمعة الثاني يقول مرهم جايين. قالوا والله ابوي يسلم عليك. يقول والله لو عندي بنت الا ازوجها يا لكن انا اخوي لو بنت وعنده بالرياض يبيها انا بيجي منك علشان وتوسطوا عندها ويزوجوا اياه والان تجيب منه 7 عيال. ترى الجمايل عندنا اجواء تشريد. الله اكبر. تشريد اللي طمع تبغى لسها لا تعدى.